مساء الخير عليكم. دلوقتي احنا رجعنا لكم تاني، بقالنا فترة طبعا مش بننزل فيديوهات، وبإذن الله نرجع نكمل علشان حبايبنا وأصدقائنا. دلوقتي البيضة اللي معاكم دي، وانا بجيبها من تحت النتاية بشوفها لقيتها اتكسرت طبعا، لأنها النتاية ضربتني بجناحها فالبيضة وقعت. طب نعمل ايه دلوقتي؟ جبنا حبة جبس، حطينا حبة جبس في مية، وبعد ما جبناها في مية بوشنا البيضة شوية، بعد كده حطينا عليها جبس علشان تنشف. بس هل بقى يا ترى يعني هل البيضة هتعرق وتطلع زغلول ولا لأ؟ دي الله أعلم. بس لسه برضه هنشوف بعد 3 4 أيام كده الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. بس كويس البيضة ما اتكسرتش، لأنها احنا ال الحمام بنديله كالسيوم عالي، فعشان كده البيضة ما اتكسرتش. بس كده الجبس ماسك أوي في البيضة، فبقى يعني ربنا يستر بقى، الزغلول هيطلع مش هيطلع الله أعلم بصراحة. وهنا دلوقتي بعد 4 أيام البيضة علقت الحمد لله، ما باظتش. وهنشوف في الآخر بقى هيطلع زغلول مش هيطلع الله أعلم، دي بتاعت ربنا طبعا. بس يعني أنا الواحد فكر يعني بدل ما يرمي البيضة، لأ الواحد فكر قبل ما يرميها عشان خاطر ما ياخدش ذنب الحاجة اللي هتموت دي. وبإذن الله نرجع لكم تاني بعد 18 ل21 يوم تكون الزغلول فك من البيضة، ونشوف ونرجع لكم تاني بإذن الله.